هو في كده؟ هو ده ممكن يحصل؟ هي الدنيا ممكن تكون بالبشاعة دي؟ المشكلة دي اتحكت لي يمكن من اكتر من 5 سنين، لحد دلوقتي مش قادر استوعب التفاصيل من كتر بشاعتها. الحكاية ابتدت مع عم نبيل لما كان شاب صغير لسه، سافر العراق واشتغل وكون له قرشين حلوين وكان فرحان، وهوبا قامت الحرب. رجع بس وهو سايب كل حاجة وراه، زي ناس كتيرة في الوقت ده. ساب الشقة اللي جمعه ونجا بحياته وما كانش قدامه حلول. رجع البلد كان مكسور. هو سافر وهو عنده 20 سنة، رجع البلد وهو عنده 41 سنة. 20 سنة من حياته راحوا هدر. كان اخواته كل واحد فيهم اتودك وبقى له قيمة، وهو الوحيد اللي شاف نفسه قليل وقليل قوي. جه يقول يا جواز، ما كانش معاه فلوس. رشحوا له بنت غلبانة، امها كانت ميتة وابوها ميت وملهاش حد في الدنيا غير اخ، والاخ عايز يهاجر ويسافر دولة اجنبية. كان اسمها هناء. ما كانش شكلها حلو لكن كانت دلوعة نخشة، بتعرف ازاي تكون مغوية. شعوطت عم نبيل بيها ورجعت للراجل الكبير شغفه في الدنيا، لكن كل حاجة فجأة اتعلقت بيها. عم نبيل بقى بينام ويصحى وهو بيفكر فيها، ما بيفكرش في حاجة تاني. واتجوزته. كانت قوية الشخصية، ساقت البيت وساقت عم نبيل نفسه. ما كانش يقدر يقف قدامها لانها تعرف نقطة ضعفه كويس. ببساطة مش هتعملي اللي انا عايزها، مش هخليك تنام معايا. وده كان بالنسبة له جحيم، فكان بيقبل اي حاجة هي عايزاها وخلاص. هي كانت جميلة لكن مش للدرجة. هي جميلة كإغراء لكن كشكل كانت على قدها شوية، وكانت ذكية قوي. عم نبيل كان شكله حلو، كان راجل امور في نفسه. علشان تخليه متشعوط بيها وتضمن ان ما يروحش لحد غيرها، كانت دايما بتخليه حاسس ان كل الرجاله بتبص لها، كله بيغازلها، كله بيشغلها. مع ان احيانا كتير الكلام ده ما كانش صح، بس هي ثبتته في دماغه. كانت بتديله ايحاءات ان كل الرجاله هتموت عليها، وانه يشكر ربنا اصلا ان هي رضيت بيه. والغيره كانت معششة في قلب عم نبيل. ما كانش بيفكر، كان ملحوس بيها. تروح الشغل يفكر هو مين كلمها، مين بص لها، هي عملت ايه، اتميصت ولا لا. حياته كلها من الاخر كانت هي، وغيرة جنونية. ومرت السنين وربنا رزقهم بأول بنت سهيلة. الام اتضايقت، كان نفسها يكون عندها ولاد، وخاصة ان اخوات عم نبيل كلهم عندهم ولاد ودول ناس فلاحين. لكن عم نبيل ما فرقش معاه، بالعكس فرح ان هي بنت. كان بيحبها حب جنون. لكن الام ابتدت تغير وابتدت تجبره يبعد عنها، وفعلا قدرت عليه. كانت حجتها انه حنيتك الزياده وشخصيتك الضعيفه هيفسدوا البنت، وتربيه البنات مختلفه تحتاج الشده وانت مش شديد. وابتدت تبعده لحد ما بقى في حاجز كبير، بقى بيخاف اساسا يتدخل في اي حاجه تخص سهيله بنته. وبعد سنتين ربنا كرمهم بأميرة البنت التانية، وبرضه حصل نفس السيناريو، ما سابتوش يقرب من البنت نهائي. وهي بقت كل حاجة لبناتها، بقت داخلة في كل تفصيلة كبيرة وصغيرة. بس شخصيتها كانت صعبة، غير انه سهيلة اكتشفت حاجة غيرت حاجات كتير. سهيلة وهي عندها 8 سنين كانت بتنزل مع مامتها تشوفها وهي بتتمايص وهي بتتكلم مع ده وبتضحك ضحكة مش تمام وهي بتتكلم مع ده، وتصرفات كده كانت بالنسبة لها علامة استفهام. لحد ما في يوم شافت حاجة كانت صعبة. أمها على السرير مع عمها. البنت شافت وافتكرت اللي كانت بتشوفه ما بين أبوها وأمها، بس المرة دي شافته ما بين أمها وعمها. اتكسرت، ابتدت تبعد عن الأم، ابتدت تكرهها، ابتدت تحس إن الأب مظلوم غلبان، رغم إن هي ما كانش في يدها حاجة تعملها. لكن فضلت شايلة ومعبية البلوى اللي شافتها لحد ما وصلت لسن 15 سنة. اتعرفت على واحد صاحب محل ملابس، شاب شكله شقي شوية. كانت بتشتري من عنده وفجأة لقيته بيتجرأ وبيتحرش بيها. اتخضت في البداية واترعبت، بس بعدين حست انه في حاجة جذباها ليه. حست ان الراجل ده هو النموذج للرجولة اللي هي عايزاه. راحت له تاني وتالت وابتدى الكلام يتفتح ما بينهم، وهو صور لها نفسه انه هو مسجل خطر وانه بيعمل وبيسوي وانه شاب شقي. وابتدت تحس ان شقاوته دي امان ليها وان هو هيقدر يحميها وانه مفيش حاجة في الدنيا هو ما يقدرش ما يعملهاش، ومفيش حاجة تقدر توقفه في الحياة. وابتدت تسأله عشان تتعرف على الدنيا. سألته عن اللي شافته ما بين مامتها وعمتها وهو استدركها، وابتدت تحكي له كل حاجة
كل حاجة دارت وحصلت وهي شافتها. كانت فاكرة انه بيعلمها، حست تجاهه انه اب، خاصة ان الفرق ما بينهم في السن كان اكتر من 15 سنة. عرت عيلتها كلها قدامه. هو شافها صيدة سهلة ورخيصة لدرجة انه في يوم قال لها بصي انا يا سهيلة في حد عامل لي سحر، والسحر ده مش هيتفك من عليا الا بدم بكارة بنت. اتخضت في البداية وبعدين قالت له انت هتتجوزني؟ قال لها طبعا لما تكبري شوية هتجوزك، انت مراتي يا بت ما تخافيش. قالت له ده ضروري هيساعدك يعني؟ قال لها بصي لو مش عايزة كده خلاص. قالت له لا عايزة، انا عايزة كده. فضل يقول لها لا 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 انا مش هعمل كده، لا. خلاها هي اللي تترجاه انه يعمل ده، وفعلا حصل، وحصلت ما بينهم علاقة كاملة. بس هو ما اكتفاش لحد كده، ده كمل. كان بيسألها عن جسم اختها وجسم مامتها، وكانت اختها أميرة ليها تصرفات إلى حد ما غريبة شوية، وأقنعها إن أميرة ماشية غلط وإنها مش مظبوطة زي مامتها. وقال لها بصي هاتي أميرة وأنا هكشف لك عليها، هنحط لها حاجة في العصير وبعدين هنقلعها ونشوف نطمن، ولا انت مش فارق معاكي شرفكم؟ العبيطة استدرجت اختها، واللي جاب ببساطة، والاخ ده خلى سهيلة تقلع اختها بعد ما اتخدرت. فضل يلمس في جسمها طبعا بطريقة جنسية، وسهيلة كل ده بتسأله هي شريفة ولا لا. ابتسم وقال لها لا لا، اختك زي مامتك، الناس دي مش كويسة. وفي يوم قال لها بص يا بنتي انت لسه صغيرة وانا راجل عندي احتياجات، واحتياجاتي انت مش هتعرفي ان انت تسدديها. قالت له لا 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 انا اسدد لك اي حاجة انت تعوزها. وطلب منها حاجات مستحيل بني ادم يستحملها. كان مجنون، دمرها جسديا حرفيا، دمرها. علاقة مش طبيعية. وجنونه ما وقفش لحد هنا، لكن كمل. اصحابه شافوها قالوا له مش حرام عليك تاكلها لوحدك، البت حلوه ما تخلينا ناكل معاك. وفعلا قال لها بصي انا عندي في حد عامل لي سحر بمرض خطير، والمرض ده ممكن يموتني. قلت له حبيبي انا اعمل حاجه اي حاجه عشان. قال لها بصي هو انا جبت حد ليه في السحر وكده، الحد ده قال لي عشان افك العمل لازم ان انت حد من دمي، وانت دلوقتي من دمي، لازم تنامي معايا انا واتنين تانيين. قلت له ايه؟ لا ما اقدرش. لا يبقى خلاص، انا قلت كده برضو، انا كده اواجه مصيري انا ونصيبي بقى، وممكن اموت يحصل لي اي حاجه. بكت. قلت له خلاص يا حبيبي انا موافقه. وفعلا حصل كده. المشكله كانت ان كل ده في فتره الثانوي. البنت كانت واهمة اهلها ان هي بتبات عند صاحبتها، وطبعا هي ما كانتش بتروح لصاحبتها خالص. بس عم نبيل كان فرحان ان البيت بيفضله عشان ياخد حريته مع هناء. ولما كان يعترض هناء كانت تقول له مالكش دعوه، انت مالك ومال تربيه عيالي، انا عارفه عن بنتي كل حاجه، انت ما تعرفش عنهم حاجه، انت ما تزعقش في بنتي، دي بنتي. يقول لها انا حاسس ان البنت بتعمل حاجه غلط. تقول له لا 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 بنت ما بتعملش حاجه غلط. وللاسف هي كانت بتعمل كده عشان هي كمان عايزه البيت يفضى وتبقى بحريتها اكتر. وفي يوم كان يوم اسود، سهيلة كانت بتتردد على الشقة اللي بيحصل فيها العك ده كله، والناس اللي في الشارع كانوا عارفينها خلاص وشايفين اللي بيحصل، وده بيهم الموضوع وبلغوا عنهم. كان في كمين في انتظارها، والكارثة كانت ان سهيلة قبلت ان يبقى في اكتر من بنت، وفي منهم بنات بالاجرة بيجوا الشقة دي وهي موجودة، وتقريبا قبلت ان هي تكون جزء من شقة دعارة. وقبل ما توصل سهيلة واحد وقفها في الشارع وقال لها بصي انت لو دخلتي الشقة النهاردة هتطلعي على بوليس الادب. بصيت له كده باستغراب. قال لها يا بنتي اسمعي الكلام، لو دخلتي الشقة النهاردة هتطلع على بوليس الادب. سهيلة خافت، والستر ربنا استنت وشافت الشرطة وهي بتهاجم فعلا، وشافتهم وهم نازلين بالملايات. وضع صعب جدا جدا. في اللحظة دي سهيلة ابتدت تدرك هي وصلت لفين. مواجهة الحقيقة، مواجهة المرار اللي هي وصلت له، مواجهة صعبة جدا. بالرغم من ان البيت ده يعتبر قدام الناس بيت محترم، ازاي وصلت لكده؟ فضلت تبكي في الشارع ومشيت وهي مش عارفة تروح فين، مش عارفة هتعمل ايه ولا تقول لمين الكلام ده، تحكم مين. ضاقت بيها الدنيا وراحت عند بيت عمتها. كانت فاكرة انه عمتها هتكون مصدر امان ليها، هتسمعها وتقدر اللي بتقوله، لكن هي حكت وحكت كل حاجة بالتفصيل وكل اللي هي تعرفه، مش بس كل اللي حصل لها. وحكت عن عمها اللي فيه علاقة بينه وبين امها، كل التفاصيل. عمتها خلت ابنها الكبير يربط سهيلة في الكرسي وحطت كمامة على بقها عشان ما تنطقش،
واتصلت بالعيلة وبعم نبيل وكله جه. قالت لهم بكل هدوء احنا دلوقتي قدامنا حاجة من الاتنين، يا نتفضح وكلنا هنخسر وخسارتنا هتبقى كبيرة جدا، يا البت دي تسكت وما تنطقش بأي حاجة. كلهم كانوا مستغربين. حكيت لهم بس الجزء بتاع علاقة سهيلة بالشاب ده وما حكيتش الباقي. وقالت لأم سهيلة خلي بالك انا عايزاكي، وخدتها على جنب وقالت لها على فكرة سهيلة حكت لي على العلاقة اللي بينك وبين اخويا، انت من مصلحتك ان بنتك تسكت. وقالت لاخوها انا عرفت كل حاجة، وانت كمان من مصلحتك انك تضغط على نبيل والبت دي تسكت. قالوا لها طب هنسكتها ازاي؟ البت مش ضعيفة، ودي مش البت اللي تضرب جلمين وخلاص. قالت لهم بصوا مفيش غير حل واحد، احنا لازم نضمن ان البنت دي لا تشوف حد ولا حد يشوفها، وبطريقة تكون طبيعية عشان الناس لما تسألنا عنها ما تبقاش مصدر لفضيحة لينا. قالوا لها ناوية على ايه؟ قالت لهم بصوا ابني الكبير ممكن يضحي ويتجوزها، بس خدوا بالكم دي هتبقى زوجة تانية، هيسيبها في الشاليه بتاع اسكندرية، وقت ما يجيله مزاج هيروح لها، وبكده هيبقى عندنا مبرر هي راحت فين، وفي نفس الوقت هتبقى اتجوزت ومش هتطلع من الشاليه ولا هتتكلم ولا هيبقى ليها خلطة بحد، وتعيش لحد ما ربنا ياخدها هناك. عم نبيل الوحيد اللي ما كانش مستقبل الفكرة لكن ضغط عليه، قبل واتجوزت سهيل. للأسف ما كانش ابن عمتها بس اللي بيروح، كله كان عارف ان اي كلمة هتتقال محدش هيصدقها، وانها مهما قالت كله هيعتبرها كدابة، وعشان كده كله استحلها. جوز عمتها واخوات جوزها وعمها كانوا كلهم بيروحوا وبيكونوا معاها في علاقة اشبه باغتصاب. الشاليه في منطقة منعزلة، مع الوقت ابتدت تفقد هويتها، بقت اقرب لمجنونة، خاصة ان كل ده حصل وهي عندها 18 سنة. 10 سنين كل الناس شايفة ان ابن عمتها الله يكون في عونه خد واحدة مجنونة عشان برضو بنت عمته يسترها وما يسيبهاش، شايل المرار، شايف العيلة عيلة محترمة. للأسف انتهت الحكاية بموت سهيلة، موتة طبيعية، بس كان متوقع جدا ان ده يحصل، انها ترفض الحياة وتموت. للأسف فضلت الأسرار مكتومة ومحدش اتحاسب على الغلبانة واللي حصل لها. ماتت وهي عندها 28 سنة بعد 10 سنين من المرار والعذاب. الوحيدة اللي فاكراها ولحد دلوقتي فاكراها هي أميرة أختها، اللي على فكرة حكت القصة دي لما اتجوزت على جروب على النت، وعلى فكرة هي مش في مصر دلوقتي، كتبت القصة باسم مجهول على جروب على النت لأنها كان لازم تفضفض وما قدرتش تعمل كده وهي موجودة هنا، ولا قدرت تتكلم ولا تعترض لانه للاسف خافت يعملوا فيها زي ما عملوا في اختها. وبتقول انا مش قادره اتخيل ايه اللي عاشته اختي، لكن بتمنى انها تسامحني. يا ترى هي ممكن تسامحني ان انا ما عملتش اي حاجه وما وقفتش جنبها؟ انا بتعذب من جوايا كل يوم اني ما قدرتش اعمل حاجه عشانها، بس حقيقي ما كانش في يدي حاجه. الله يرحمها. للاسف ورا ابواب البيوت حكايات، في منها اللي حتى ما نقدرش نتخيل انه بيحصل، بس للأسف هو حقيقة. ما تنسوش تدعوا لها بالرحمة. وعلى فكرة انا قريت رسالة من مجهولة هي كانت مغيرة فيها الاسامي وانا غيرتها تاني، ويتهيألي انه حتى ولو غيرنا الاسامي مليون مرة روحها اكيد هتحس لما نترحم عليها. الله يرحمها ويرحم اللي عايشين زيها ولسه حكايتهم ما خلصتش. وبكده أكون وصلت لنهاية الحلقة. انتظروني يوم الاثنين ويوم الأربع مع بودكاست مشاكلهم، كل مرة هحكيلكوا حكاية مختلفة. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم، وما تنسوش تدوسوا لايك وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. وطبعا لو حابيني ان انا اكمل فانا بستأذنكم تدعموني وتقولوا لي ده. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم بإذن الله الفيديوهات الجديدة. ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.